ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ جايه لكم النهارده ببسكويت القمر ده بسكويت جوز الهند. عملناه بكوبايتين دقيق. الكميه الحلوه دي مع كوبايه شاي بقى حلو خالص، خصوصا انه معمول بزيت نباتي وجميل جدا وخفيف وما خدش معانا وقت. كل مكوناته موجوده في اي بيت. تعالوا اقول لكم انا عملته ازاي، يلا بينا. وهي دي مكوناته حبايبي، موجودة في أي بيت. عبارة عن إيه؟ مجين دقيق، مج جوز الهند ناعم، ومج زيت، وكمان معايا نص مج نفس المعيار سكر بودر. هنا السكر حسب الرغبة، عايزة تزودي زودي، بس أنا شايفة نص كوباية حلوة قوي. معايا كيس فانيليا وثلاث معالق نشا، يعني ربع كوباية نشا، ونص معلقة بيكنج باودر. وأول حاجة هجهزها مع بعض المواد الجافة اللي هي الدقيق، وهنزل عليه بربع كوباية النشا ونص معلقة البيكنج باودر. تمام كده. دي المواد الجافة بتاعتي جهزتها في أول خطوة، هحطها كده على جنب عشان أشتغل بيها على طول. تاني خطوة هجهزها معاكم، هنجيب كده بولة وننزل فيها بكوباية زيت، مج زيت. خدوا بالكم المعيار يكون كل واحد، يعني مج يبقى كل مج، كوباية يبقى كل كوباية. هنزل بعد كده بنص كوباية سكر بودر، ولازم يكون سكر بودر ناعم وكمان منخول. وهنزل عليها بكيس الفانيليا. هنا الفانيليا اختياري، ان كده كده هنحط جوز الهند، مش فارقه معايا فانيليا، بس انا بحطها كده يعني تغير من طعم السكر شويه. تمام. وهنا هنزل بنص كميه جوز الهند، طبعا جوز الهند يكون ناعم جدا. تمام. هقلب كده واشيل نص تاني، هقول لكم هعمل ايه بيه بعد كده. كده جهزت معانا المواد السائله بتاعتنا. تمام. هنجيب بقى الدقيق وننزل شويه شويه ونبدا نقلب. ولو عايزين تعرفوا انهي نوع دقيق احسن، خليكم في جميع الاغراض، بيبقى مضمون وبيدي نتيجه حلوه. يعني انا النهارده استخدمت جميع الاغراض، ودايما بستخدمه في كل المعجنات ومخبوزات في كل حاجه. وهنا نزلت بكل كميه دي بتاعتي كده، وهبدا ان انا الم العجينه بتاعتي. خدوا بالكم ان بسكويت ما بيتغرس، بيتلم بس بالدقيق. تمام. بالراحه كده المه لحد ما يتشبع خالص من الدقيق، وابدا اشتغل بايدي. هنا الشغل بايدي بيديني احساس العجينه عايزه سوائل ولا عايزه دقيق. انا شايفه ان هي حلوه خالص، اتشبعت كده. ان في نوع دقيق بيمتص السوائل، وفي نوع دقيق بيضر السوائل. دي جت معايا مظبوطه، اخدت كوبايتين بالظبط. شايفين كده؟ بصوا، لمت كل اللي في البوله كده، عجينتي ناجحه. شايفين؟ طبعا مش بيتخمر، لا انا هحطه بس يرتاح لحد ما اجهز الصواني بتاعتي، ونبدا نقطعها مع بعض. ويلا مع بعض نشكل البسكوت بتاعنا. هيكون معانا طبق كده واسع، انزل فيه بكميه جوز الهند بالشكل ده. طبعا جوز الهند ناعم. بص انا هعمل ايه، هقطع البسكويت كور صغيره جدا. ليه؟ لان فيها بيكنج باودر، مجرد ما تخش في السوا هتفرد معاكي. حاولي تصغري على قد ما تقدري. بصي كده، هقطع على جوز الهند قدام وورا من واحده كمان. طبعا السجن بتاعتي مدهونه زيت خفيف جدا. بصوا كرة صغننة، واحطها في جوز الهند، الفها وشها وظهرها، وابدا احطها في الصاج. شايفين؟ واسيب مسافة بين البسكوتة والتانية عشان بيكبر حجمه في السوا. وكده خلاص الكمية بتاعتي. بصوا شكلها، دي صاجين حلوين جدا. طب ولع على الفرن على 180، ادخلوا على الرف الوسطاني لمدة 5 دقايق، وهرجع اوريكم شكله ولونه الجميل وصل لحد فين. استنوني. وبعد ما استوى معايا خد حوالي معايا 7 دقايق. مولعتش الشواية من فوق، هي الفرن بس الرف الوسطاني. ريحة جوز الهند خطيرة، البسكوتية جميلة ودايبة، وريحتها روعة روعة، ومش مزيدة ولا حاجة. الدقيق على قد الزيت، المقادير مظبوطة 100%. بس عايزة أوريكم واحدة بجد روعة، سكرها خفيف، وهي بسكوتة خفيفة ومقرمشة وجميلة جدا. بصوا، حلوة أوي ماسكة نفسها. ويلا عشان أقدمها لكم. وادي شكل البسكوت بتاعنا، طلع معايا كوبايتين دقيق، عملوا معايا 42 بسكوتة حلوة قوي قوي. طبعا حسب حجم البسكوتة. بصوا، مقرمشة وكمان دايبة دوب. بجد روعة روعة روعة. جربوها في كوبايتين دي هتعجبكم جدا، مش هتبطلوا تعملوها. بجد حلوة قوي، صيامي خفيفة، وكل حاجتنا من البيت. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم لايك بقى، كومنت تشجيعي. بشكركم، كل سنة وكلنا طيبين. مع تحياتي ميري انور.